السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم في حلقة جديدة من الكرة مع الأزوري. هنبتدي كده نقول الله عليك يا سيدي المصري البورسعيدي. مبروك النادي المصري امبارح، مع إن كان فيه شوية يعني شوية أخطاء كده بسيطة. الكابتن علي ماهر طبعا كابتن كبير، بس الواحد بس يعني هو يمكن عايز شوية تركيز. برضو هنتكلم كريم العراقي مش مساك. تمام، كريم العراقي مش مساك. دي الحاجة التانية، ممكن كريم العراقي واحمد عيد يلعبوا مع بعض، بس مش في الخطة دي اللي هي 4-2-3-1. ماشي. وتاني حاجة برضو فخر الدين مش بيلعب وينج او وينج رايت او وينج ليفت، ما بيلعبش كده، بيلعب فيرود يا فندم. او او يلعب 4-2-3-1 في النص اللي تحت الفيرود، في التلاتة يلعب في النص اللي تحت الفيرود. تمام. انما ما بيتطرفش هو، لا مش شغلته يا كابتن، لان هو اصلا سترايكر وكان بيلعب في منتخب تونس سترايكر. ماشي. فالحاجات دي كده مش عارف اقول لا، او حضرتك بتدربهم على حاجات معينة انا مش عارف يعني. دي الحاجة التانية، الكابتن اللي اسمه القرموطي ده، اه نصيحة ليه كده يلعب مع زمايله. هو لعيب كويس، مهاري، بس يلعب مع زمايله. نشوف بقى الكاتشنة. حضرتك يا كابتن في حاجة كده، وان احنا ناشئين، وانا ناشئ وانا عندي 14 سنة، لما كان لعيب بيطرد من الفرقة اللي قدامي، كان المدرب الكابتن يقول لنا ايه اول حاجة على طول؟ هنلعب بفرو التاني، تقوم ساحب حد من النص كده. او كان عندك ميزة انت امبارح، ان فخر الدين بن يوسف يجي يلعب فرو التاني، تقلب بقى الملعب يبقى 4-4-2، بدل 4-2-3-1 تلعب 4-4-2 على طول سترايكر، وخلص الماتش يا كابتن. خلص الماتش يا كابتن من اول من الشوط الاول. وبعدين برضو صلاح محسن جايب جون، بتطلعه ليه من الملعب؟ معرفش. حاجة معرفش يعني، مش عارف. اللعيب اللي يجيب هدف دون يبقى يفضل في الملعب لغاية لما يخلص خالص الماتش. هداف اللعيب فيرود بتاعك اللي جايب جون طلعه من الملعب ليه؟ بس دي كانت ملاحظات كده بسيطة، وربنا ان شاء الله الحمد لله كرم النادي المصري ان هو كسب. وطبعا فرقة طلائع الجيش دي فرقة كبيرة كويسة، معاه مدرب فني ممتاز عبد الحميد بسيوني، كوتش يعرف يقرا الملعب كويس. ان المصري كسب، عارف يكسب. ارجع بس اقول كلمة كده، كريم العراقي مش مساك. اتضرب في كورتين او اتضرب في 3 كور، واحنا ناقصين كمان، مش في فرقة كاملة. كريم طارق الكرة اتلعبت من وراه لانه مش مركزه، مش عارف مركزه. كل واحد اللعيب اللي بيلعب في اكتر من كذا مركز ده، دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني الواحد الحمد لله زي حالاتنا كده كنا بنلعب، لفينا اللي مستطيل الاخضر ده، كان ناقص اقف جون بس والعب باك رايت بس. لا باقي المراكز لعبتها الحمد لله من فضل ربنا عليا في الملعب كله، وكنت بأدي الحمد لله يعني. دي موهبة، الموهبة دي زائد بقى في حاجة اللي هو تعليم فتح عقل اللعيب والمخ بتاع اللعيب ده. انا مش معترض ان هو معروف يعني 3/4 لعيبة مصر يعني تعليموا على قدهم، معروف. بس ده بقى يعني يعوضه بايه بقى؟ ده يعوضه بايه؟ ان هو يحفظ مهام مركزه ويتدرب عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون، لان هو مش عارف واجبات مركز المساك. ما هو كريم العراقي برضو معذور، مش عارف واجبات مركز المساك ايه، لازم يعرفها وتتحفظ له ويلعب 10 مطوشة ودي عشان تقدر تقيمه. اللي امبارح حصل ده ان هو اتضرب في كذا كورة
والباص بتاعه مش مظبوط، ده دليل ان هو مش عارف واجبات مركزه. مبروك للنادي المصري، وعايزين تركيز يا رجاله، لان الدوري السنه دي صعب جدا، والحمد لله كده البدايه موفقه، وان شاء الله نفضل كده على طول باذن الله. ودي فرصه، والله فرصه. الدوري السنه دي ده مفتوح لكل الناس، لكل الانديه، لان الدوري السنه دي المطوشه كلها تبقى ضرب نار، اللي ياخد 3 نقط ويجري هيطلع فوق. الشطاره بقى اللي يجمع نقط اكتر. ربنا يوفق النادي المصري ان شاء الله. تاني حاجه عايز اتكلم عليها، شكرا لدولة الامارات، يعني ان هم طلع بيان كده من رئيس دولة الامارات ان هو يفرج عن ال3 مصريين، يعني اللي هم يعني اجرموا ان هم زقوا واحد ولا علقوا طاقية. متشكرين قوي والله ان انتوا افرجتوا عن الناس، مش عارفين نقول لكم ايه. متشكرين قوي، بس ده مش كفاية يا فندم. المفروض الناس دي تعتذر لل3 مصريين دول، يعتذروا، مش هقول يعتذروا لنادي الزمالك على الاهانه اللي حصلت دي، لان انا شايف ان دي اهانه، وخصوصا تسريب الصوره. وكان المفروض الزمالك ما يلعبش الماتش ده، وكان المفروض لما السفير قال لهم يا جماعه خلاص واعتذرنا وعملنا، كان المفروض خلاص الموضوع خلص، لان السفير ده بيمثل رئيسنا في الدوله دوله الامارات دي، بيمثل رئيسنا، رئيس مصر. فلما انت ما تعملش اعتبار للسفير بتاعك، يبقى كأن انت مش عامل اعتبار لاي حد في مصر. احنا عايزين اعتذار من الناس دي للمصريين كلهم، مش هقول لناس الزمالك. بس الرك بقى على الاتحاد ده اللي هو مقللنا، اتحاد الكوره ده هو اللي قللنا. كان المفروض اول لما حصل كده مفيش ماتشات تتلعب خالص، وسلام عليكم، ويلا اللعيبه دي تتمشى، ومش عايزين سوبر ولا عايزين زفت. بس هم اللي قللوا كرامه المصريين، الاتحاد ده. وانا بقول اهو للكابتن حسين لبيب، اذا ما جاش اعتذار لمصر ولنادي الزمالك يطلع على الفيفا عدل، لان في واد لعيب برازيلي كان ضرب واحد فرد امن برضو عندهم، ضربه بقى، مش اتخانق معاه، لا ضرب. توقف 3 مطوشه بس، مش اتسجن وتحول على المحكمه ايه يا عم يا ابو الكباتن؟ لا الزمالك ما يسكتش. وشكرا لسياده الامير برضو، سياده الملك، ملك الامارات، شكرا ليه ان هو يعني افرج عن ال3 لعيبه. تاني حاجه بقى، تالت حاجه، الكاف الاحمر الظالم. الكاف الاحمر الظالم، في فرقه تطلع علشان تروح بس يعني يطلعوا كده يهددوا بالانسحاب، يهددوا بس دقيقتين بس، يتوقع عليه 300,000 دولار. في ظلم اكتر من كده؟ لا، هديك مثل. فريق اتحاد العاصمه ده، الكلام ده مش من بعيد، من 4 شهور بس، قبل النهائي بتاع الكونفدراليه. فريق اسمه اتحاد العاصمه مرضاش يلعب ماتش قدام نهضه بركان علشان راسمين خريطه بتاعت المغرب، مش عارف، ما لعبوش الماتشين ذهاب وعوده، ما لعبوهوش، اتسحبوا منهم. اخد 30,000 دولار بس. وانت تدي الفرقه طلعت بره الملعب دقيقتين 300,000 دولار؟ تدي الفرقه انسحبت من ماتشين 40,000 دولار، وتدي الفرقه طلعت دقيقتين 300,000 دولار؟ اي حد بيفهم كده قال لك ده ظلم باين، حرام، ده ظلم. ايه العدل فين؟ الظلم ده ظلم باين. انا عايز اي حد كده، خصوصا الحمر دول، يعمل حالة تصالح مع نفسه كده ويشوف هل ده حاجة عاقلة. اللي هم قاعدين يقول لك لازم وهم يتعاقبوا والزمالك يتعاقب ده عدل؟ ده مش عدل. يبقى ده اكيد في حاجة مش طبيعية. ده الكاف ده احمر اكيد عشان يطلع القرارات الظالمة دي. وعلى العموم ان ربك لبالمرصاد، ربنا مش هيسيبكم، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبكم. هرجع اقول تاني، الفيديو اللي فات قلت لازم الانديه المصريه محتاجه لايف كوتش، لازم
علشان زي ما انا قلت لكم تلات ارباع اللعيبه المصريين يعني ثقافتهم على قدهم، او مش متعلمين بدرجه بما فيه الكفايه. انا مش بعيب فيهم ولا حاجه، لا ده مع حاجه معروفه. لازم يا جماعه اللايف كوتش ده يبقى في جميع الانديه المصريه، لازم. لان ده بيخلي كل اللايف كوتش ده هيقعد مع كل لعيب كده ويعرف هو بيفكر ازاي، ويعدل له تفكيره ويعدل له ثقافته الموضوع التاني بقى ان هو اللعيب نفسه بقى يثقف نفسه. اللعيب نفسه يثقف نفسه عشان ينجح، عشان يعرف هو بيعمل ايه، عشان يعرف الطريق بتاعه ايه الصح، ايه الصح اللي انت تعمله، والمظبوط عليك تعمله ايه. والله ده هيفرق معاك كمان في التفكير في الملعب، والله. لان احنا الحمد لله الناس المتعلمين اللعيبه لما كانت يعني كنا بنلعب، كنت انا والله بفرق عن ناس كتير. اللعيبه المتعلمه يعني في الملعب بيبان يعني العقل بيفرق، والله العظيم. التعليم بيفرق، والثقافه بتفرق. فانا بطلع كده يعني بقول يعني، ومحدش يعني، انا الكلام اللي انا بقوله ده والله يعني، يعني انا مجرد ان انا بوجه بس، بوجه توجيه. حضرتك عايز تستفيد من الكلام بتاعي ماشي، مش عايز تستفيد براحتك. وربنا يفرجها ان شاء الله على كل الناس، وان شاء الله ربنا ينصر الامة الاسلامية كده، وان شاء الله الامور تهدى كده، وربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير. انا بقى انا يعني الكلام ده ما بحبش اقوله، بس يعني كذا صديق يعني ليا قال لي نبه على الناس لايك وكده والشير، بس انا يعني ما بحبش اقول بس قلت انوه يعني. اللايك والشير ما تنسوش، وما تنسوش برضو الكرة مع الازوري هتكون جميلة وبيوري. السلام عليكم.